التقينا أيضا بالناقد الفني أمجد زاهر. تعالوا مع بعض نشوف التقرير. هي الحقيقة هي المهرجان مش متداول كتير أوي في مصر، وحتى أنا لسه كنت بتكلم مع رئيسة المهرجان ماجي أنور عن إن الفكرة دي جذابة، إن هي تكون موجودة هنا عندنا في بلدنا مصر، وإن هي تهتم بالأخص ومحددة بقضايا معينة وهي قضايا المرأة. واحنا عارفين كلنا ان احنا مسألة قضايا المرأة في الدراما المصرية او في السينما المصرية محدودة او محكمة بانواع مختلفة، وانواع يعني محدودة مش مركزة عن قضايا زي قضية الختان وقضايا أخرى تانية. فالشيء إن هو يكون موجود مهرجان زي ده متخصص للمرأة، ده شيء موضع ثقة كبيرة لنا كمان، وحافز كمان كبير للشباب إن هو يدخل مهرجان خاص بالأفلام القصيرة ذات القيمة الفنية العالية وذات القيمة المادية القليلة. طبعا لأن المهرجان في كذا دولة مشتركة فيه زي ألمانيا وغيره من الدول الأوروبية بجانب مصر ودول عربية تانية. فالتنوع الثقافي أو التبادل الثقافي ما بين الدول ده مهم جدا. احنا كشباب بيتفرج بنشوف ثقافات تانية احنا ما نعرفش عنها، قضايا تانية مختلفة احنا ما عندناش وعي بيها هنا في مصر. فده شيء مهم جدا للمسألة ان يكون متواجد هنا مهرجان زي ده ومختص بالمرأة. مشاهدينا الدراما في كل مكان، وبكده نكون وصلنا لنهايه الجزء الاول من حلقتنا وخاصه كل اخبار الفن والفنانين اللي معانا دلوقتي. بشكرك يا ايه. وانا بشكرك يا نجاة، واستنونا في الجزء الثاني كل اخبار الفن، سينما ومسرح وتلفزيون.